هي بص هي للاسف شله اللي يمشي بيجي اخوه يجيبه معاه. الناس دي عمرها ما تعمل حاجه. وانا بيعدي يا سلام مستحيل ياخد دروس هذا من الجنون الكوري. هي دي كوره. السلام عليكم. هنبدا معاكم نتكلم في شويه احداث كده حصلت الايام اللي فاتت في الكره المصريه وهتحصل الايام الجايه. يعني انا عبد اهلا وسهلا. عايزين نتكلم عن شويه احداث. خلينا نتكلم في الاول ان حلمي طولان هو مدرب المنتخب اللي هيلعب كاس العالم. حلو. انا برضه عنده تحفظ، انا مش فاهم هي البطوله دي هتتلعب ازاي. هو هل هيتلعب منتخب مصر زي ان احنا كنا عارفينها او شفناها مع كروش، هو المنتخب فريق الاول بس من غير محترفين، ولا هم هيلعبوها ازاي؟ مش فاهم. بس هي الاقرب تقريبا كده يعني. بس انا عندي نقطه ثانيه، هو هيلعب بالمنتخب الاولمبي اللي هو ليه مدرب، ولا هيلعب بالمنتخب الاول اللي هو ليه مدرب، ولا هيعمل ميكس ما بين ده وما بين ده، ولا هيلعب من غير المحترفين؟ ولو احنا هنلعب بالفريق الاول المنتخب بتاعنا الاول، ليه مش حسام حسن اللي يدرب؟ ولو هنلعب بالمنتخب الاولمبي ليه مش مدرب الاولمبي هو اللي يدرب؟ اما انا حلو، هو تقريبا هيحصل ميكس بين الاثنين. هو اي لعيب بيلعب في الدوري المصري مصري هيروح المنتخب. تمام. بس هو ليه مش حسام البدري، حسام حسن مثلا؟ اقول لك ليه. اللي اصلا هو لو انت متابع الفتره او عموما من قبل ما هاني ابو ريده يمسك رئيس اتحاد الكوره، كان في خلاف بينه وبين حسام حسن. وطلع حسام حسن في مؤتمر ما قال لك ما تخليش العصابه القديمه ترجع. فهم الدنيا اللي بينهم الاثنين مش صافيه، وهاني ابو ريده واقف على غلطه لحسام حسن. دي حقيقة. فهو بقى بيجيبها له بكذا نوع. هجيب حركه وحشه، يعني انا شايف انها حركه وحشه. بس انت هي بص انا بس هرد عليك على حاجه. ماشي. هي حركه بتدل على على كميه العشوائيه اللي احنا عايشين فيها. ده كده احنا عايشين في عشوائيه مش طبيعيه. قبل كده يقول لك اصلا ده بطوله الدوري المصري كاس الرابطه، هنرجع لها. لا بس انا برجع لك. يقول لك كاس الرابطه، طب ما تيجي يا عم اتحاد الكوره تورينا انا صايبك. بالظبط. لا مش طبيعي. لا بس انا شايف اصلا ان هي يعني حركه، يعني قله قيمه. يعني انت حسام حسن مدرب المنتخب بتاعك الاول، هو اللي المفروض البطوله ديت هو اللي يلعبها. بقى جاب لعيبه من الدوري المصري، جاب لعيبه محترفين هيلعب بالدرجه الثانيه. زي فاكر بطوله المحليين اللي كنا بنلعب بالدرجه الثانيه ورحنا وكانت الدنيا هبل. هو بص هقول لك على حاجه. يعني هو وسط العك ده كله وكل اتحاد كوره يجي يمسك الاتحاد عايز يمشي فلان ويجيب فلان وده صاحبه وده حبيبه والكلام ده. هو ده بيدل ان احنا لو حاطين خطه، لا خطه خلاص هنمشي، ده بيسلم ده وده الدنيا بتمشي. لكن لا مفيش خطه وفي عشوائيه زياده. يعني هي لو مفيش خطه وسبت الدنيا تمشي هتمشي. ما في حته الانا هي ماشيه. في حته الانا. يعني انا شايف ان حسام حسن مش احسن مدرب يمسك المنتخب. خلينا اقول بس نتائجه ماشيه. بس عايز اقول لك على حاجه. هو بس هو اللي هنا برضو الكوره مش في ملعب حسام حسن بس. هي المنظومه كلها محتاجه تتراجع. انا عايز اقول كمان ان حتى كواليتي اللاعبين كارثه للاسف. هو سنه هو انت مثلا لو احنا دلوقتي قاعدين في بيت عشوائي، مفيش حد يقول لي ده انت بتعمل حاجه صح وانت بتعمل حاجه غلط والكلام ده كله. فكل واحد بيتعامل زي ما هو عايز يتعامل بمزاجه. هتقدر تقول البيت ده ما طلعش حد محترم ليه؟ لا هو كده هو بيتعامل. هي كلها ماشيه عشوائيه. فانت في وسط العشوائيه دي باصين في ناس بتبص للماده. هل احنا كدوله كمصر ما عندناش لعيبه كوره؟ يا بص هو فيه، بس في الدوري المصري ما فيش. تعرف يعني ده ليه؟ هو فيه بس لان الناشئين فيها وسايط وفلوس. سيبك لو اما مش واسطه لا اما فلوس شخلل. بالظبط. ما هي ماشي. ما هو بقى هي تعال بقى نتكلم واحد على فكره. المنظومه دي عشان تتعادل محتاجه ايه؟ محتاجه الناس كلها اللي خدت فرص تعمل عليها اكس، ما ترجعش تاني. واحد زي انا ابو ريده قدم ايه النسخه اللي قبل كده عشان يقدم لنا النسخه دي؟ ولا هيقدم حاجه من النسخه. تمام. هو حد شغال في الاتحاد الافريقي، شغال في اي حاجه شغال. طب انت ليه باصص للكرسي ده؟ يا عم انت عندك حاجات كتير ومحدش هيقول لك انت بتعمل حاجه غلط ولا صح. انت هنا محطوط هنا اهو. في بلاوي بتحصل. في بلاوي بتحصل. هو دلوقتي من ضمن الاخبار الغريبه اللي انا سامعها اللي هو عايز يمشي بتاع الرابطه ويجيب احمد مجاهد. طب هو هنا انت احمد مجاهد ده اكس اتحاد كوره. ايه
يعني احمد نجايد ده كان في اتحاد الكوره اصلا. هو من ايه ضمن هي بص، هي للاسف شله اللي يمشي بيجي اخوه يجيبه معاه. ايوه فاهم؟ اللي يمشي يا اخوه يجيب معاه. فنفس الناس، الناس دي عمرها ما تعمل حاجه، عمرها. هي طول ما يمشي كده مش هتحصل حاجه كده يعني، ولا دوري بيتحسن ولا. على فكره انا عايز اتكلم في حته الهبوط. دوري ايه ده؟ احنا الدوري السنه الجايه بموت 21 فريق. ما شفتهاش في العالم. يعني مره واحده حصلت في ايطاليا يعني 21 فريق. هي الفكره، انت عارف الكلام ده كان سنه كام؟ يعني مش عارف 72 ده حاجه في الرينج ده. انا برضو ما عندي، برضو معلش مع مقاطعه كلامك، انا ما عنديش مشكله يا عم، خليها 50 فريق، بس انت عارف تدير ال 18 فريق عشان تدير 50 فريق بالظبط. يعني هي ازاي يعني؟ هو حسبها ازاي؟ فكر فيها ازاي؟ هو الغاء الهبوط ليه؟ هو تقريبا على حسب ما سمعت على تصريح حد تقيل، حد ليه تاريخ، قال لك علشان في مستثمر هيشتري نادي، مش عشان الاسماعيلي. شايف ده منطقي؟ لو فلوس يعني انا صدق اي حاجه عن الناس دي. لا منطقي بالنسبه لنا احنا. لا يعني فاهم، هم اكيد منطقهم من الفلوس. بس في نقطه ثانيه يا عم، طب بلاش حتى لو الاسماعيلي هو اللي هيهبط وانت عايز تلغي عشان الاسماعيلي ما يهبطش، هل ده منطقي؟ لا. يعني هي لا. يوفنتوس في الدوري الايطالي هبط، الاهلي السعودي وهو بياخد الدوري ثاني موسم هبط وصعد دلوقتي ودعم نفسه وخد بطولة اسيا. فانت شايف ان هو من المنطق ان انا امنع هبوط دوري كامل او اغير في لوائح دوري كامل عشان نادي؟ اذا كان الاسماعيلي او اذا كان النادي اللي انت بتقول انه هيتشري، ده مش منطقي. اي حاجه حصلت السنه دي في الكوره المصريه مش طبيعيه، احداث كتير، لغط كتير. في واحد هيقول لك انت اهلاوي هتقول ان حقك 3 نقط، وانا اقول لك لا، الحق يتخصم 6 نقط، ولا انا غلط ولا انت غلط، بس هو في عشوائيه. بس هو الحاجات الكوارث اللي بتحصل دي يعني مفيش حاجه واضحه، يعني ما تقدرش تقول والله يتخصم 3 نقط وانا ما اقدرش اقول لك والله يتخصم 6 نقط. ليه؟ لان في عشوائيه، في لوائح. واحد طلع قال ان هو 6 فرجعوا الرابطه قالت 3 فرجع الراجل راح طلع قال انا من الاول قايل 6. هو بس يا عم تقعدوا تتفقوا. لا هي بس مش بس ده. انا اول مره هشوف قرعه بتتعمل بالذكاء الاصطناعي مثلا الفجر. انا معلوماتي عن الوقت ده بننزل نصلي الفجر بس. هو صلى ما لقاش الكلام ده بصراحه. مش طبيعي، اي حاجه بتحصل في الدوري السنه دي مش طبيعيه.